سي الحبيب، حابين احنا نعرفوا اليوم سؤالنا اللي يطرحوا فيه برشا من التوانسه اليوم، عندكش بعض الارقام من قداش من حقل اليوم نفط وقداش كميه اللي تنتج فيها سنويا الدوله التونسيه؟ والله شوف الارقام موجوده. انا شخصيا اذا كان نحكي على موضوع حساس كموضوع الطاقه ما نحكي كان بالارقام، باش نكونوا عمليين وواقعيين، وخلينا نشوفوا الارقام معطيات ونبعدوا على العموميات. الارقام اللي باش نعطيها لكم تو الكل باش نستعملها ماخوذه من منظمه اسمها OS Energy Information Administration، وهذه منظمه مستقله تقوم بالاحصائيات وتعتمد عليها تقريبا اقتصاد العالم ككل، تعتمد على الدول، البنوك، البورصات الى اخره. معناها انا باش نعطيك من المصدر نتاعي. واضح. نشوفوا توا المخزون المؤكد في تونس، وهنا نحل قوس وقت نقول مؤكد ولا احتياطي مؤكد، راهو هذاك المخزون اللي هو موجود بعد القيام بعمليه البحث والاستكشاف وكذلك التنقيب التجريبي. واضح. وحسب المفهوم العالمي هذا المخزون اللي يسموه هو المخزون المحقق، راهو نجموا نخرجوا منه اقل شيء 90%. معناها اذا كان انت يبدا عندك رقم معين اقل شيء 90% تنجم تخرج منه. اوكي. قداش الاحتياطي المؤكد في تونس؟ انا جيت عملت شفت من 1980 الى 2015. في الثمانينات والى حدود 94 كان عندنا مليار و800 مليون برميل. مليار و800 مليون برميل احتياطي مؤكد. حتى ال 94 حتى ال 94 باش نجيك علاش 94. شيت. في ال 94 نكتشف اللي الاحتياطي بتاع تونس اللي هو كان في 94 مليار و700 مليون برميل يتيح في عام واحد يولي في 95 416 مليون برميل. يعني عدنا ديجا في عام واحد تقريب مليار و300 مليون برميل تبخرت. يعني 75% من الاحتياطي من مخزون تونس بالنسبه لي انا مفقود. وين مشى؟ يقول قائل اوكي خرجناه في العام هذاك. لا سيدي ما خرجناش، لانه الانتاج نتاع 94 كان 91,000 برميل، والانتاج نتاع 95 طاح ولا 89,000 برميل. يعني احنا في العام هذاك زدنا نقصنا من الانتاج. هي تبخر يعني من هذا سي حبيب، تبخرت هالكميه الكبيره. انا حاير وحاولت اني نشوف المعطيات. هما الحقول موجودين على الشط. فما حقول على الشط، فما حقول في الصحراء، فما حقول في الوسط، فما حقول حتى في الشمال الغربي، فما عديد الحقول. بون كما قلت لك يقول قائل الارقام هذيك مثلا قبل 94 كانت مضروبه، وعاودنا مسح البلاد الكل وصلحنا امورنا وصلحنا الارقام تاعنا. باهي. نقول لكم للاسف هذا مستحيل، لانه احنا في تونس وفي العالم كله مرات جيست حقل واحد نتاع 100 كيلومتر مربع ناخذوا 20 سنه 15 الى 20 سنه باش نعملوا عمليه البحث والاستكشاف والتنقيب التجريبي، وباش نقولوا الحقل هذا فيه وما فيش. يعني ما نجموش نكونوا في عام واحد عاودنا مسحنا البلاد كامله، وعاودنا قلنا لا راهو الارقام اللي كانوا قبل راهم غالطين. حسب رايك وينهم من الارقام التبديل هذي؟ علاش الشويت علاش؟ والله بكل صراحه انا قلت لك درست الاحتمالات الكل. عندي احتمال وحيد اللي هو انا نشوف اللي فما كميه معينه هما هذا المليار و300 مليون برميل من الاحتياطي التونسي خرجوا على احصائيات الدوله. كيفاش خرجوا على احصائيات؟ معناش كونتورات، نحن فماش دي كونتور سي الحبيب. لا هذا ما عندوش حتى دور بالكونتور، لانه هذا المخزون هو اللي تحت الارض. لا نتاع اللي خرجوا يعني كما تقول انت الناقص نتاع الماء خرجوا من الستاتستيك نتاع الدوله. كيفاش خرجوا من الستاتستيك نتاع الدوله ما نعرفش. ما عنديش معلومات دقيقه باش نقول لك راهم فلان ولا فلان خرجهم. انا نشوف كمهندس، سامحني نكمل لك هذا كمهندس نمن بالارقام. انا نشوف كوربه حتى ال 95 حتى ال 94 عندنا مليار و700 مليون برميل. 95 يولوا عندنا 416 مليون برميل بركه. معناها ثم مليار و300 مليون برميل ضايعين.
وين هذا مخزون راهو نحكوا عليه تحت الارض، ما ينجمش يكون تبخر، ما ينجمش يكون هرب، ما ينجمش يكون بدل البلاصه الحدود امبوسيبل. قلت لك يطلعش بدل البلاصه سي حبيب، خاطر مليار و300. انت شوف باش نسهلها على المستمع. حسبنا ماناش نحكوا على البترول، حسبنا نحكيوا على الماء. انت عندك في جهه القروان نقولوا ناب نتاع ماء فيها كذا وكذا، سودانمون في عام واحد تقول لا هذاك الناب هذيك راهي تحت. عندك حاجتين، او بيان خرجتوا انت الماء هذاك واستعملته، وبيان صلحت امورك، واذا كان صلحت امورك راه ما تنجمش تكون في عام كامل عاود تحت البلاد وكذا وكذا. مش مسيطره تونس على الحقول هذيا؟ تونس الدوله التونسيه ماهيش مسيطره على الحقول هذه؟ الشركات وحدها مسيطره هي؟ باش نجيكم بعد نعطيكم اسامي شركات وكل شيء. فما عديد شركات اللي قاعده تنتج بنسبه 100%، وانا بالنسبه لي انا قاعده تنتج حسب مصالحها الاقتصاديه هي، ومش حسب مصالح الدوله التونسيه. نفسر المواطن معناها بدون يعني مراقبه. اذا كان بالنسبه لي انا بدون مراقبه. علاش بدون مراقبه؟ لانه حتى وقت ندخل للسيت نتاع ليطاب ونجي نشوف الشركات هذوك اللي ينتجوا 100% بنسبة 100% وحدا من نجي نشوف قداش قاعدين ينتجوا من الحقول هذيك، ما نلقاش حتى رقم. إذا كان ما نلقاش حتى رقم معناها الحاجة الوحيدة اللي لازم نفهمها أنا الدولة ماهيش مسيطرة على المجال، ما عندهاش المعلومة. سي الحبيب، قداش إنتاج تونس في عام 2014 على الأقل السنة اللي فاتت، قداش تنتج من برميل سنويا؟ بالله قبل ما نجيك الانتاج نحب زاد حاجه اخرى، لانه ظاهر لي السؤال كان تونس عندها ما يكفيها ولا ما عندهاش ما يكفيها؟ اي عندها ما يكفيها. تعرفوا استنى، تعرفوا انتم الناس الكل تبقى نقارنوا ديما مع ليبيا والجزائر. انا بالنسبه باهي احنا ما ديما حطونا في بالنا ديما تونس فقيره وما عندهاش لا نفط لا غاز، خلينا من الشمس، خلينا من الريح، خلينا من الفوسفات، خلينا من الملح، نحكيو على النفط والغاز. الناس اللي يقارنوا مع الجزائر وليبيا بالله كيفاش يقارنوا يا اندرا شيفر كونتر شيفر، ولا حاسبين عدد السكان، حاسبين المساحه، حاسبين. انا عملت حسابي حسب المساحه، مو نحكيو على احتياطي. يجوا خويا نشوفوا قداش الجزائر عندها في الكيلومتر مربع، قداش تونس عندها في الكيلومتر مربع، قداش ليبيا عندها في الكيلومتر مربع، هكاك نجموا نتفاهموا. اما باش تجي تقارن لي رقم تونس صغيره وبلاد كيما الجزائر معناها ما عرفتش انا 30 مره اكبر من تونس وكذا، مش معقول. انا عملت المقارنه هذيك تجيب لك سيدي الجزائر عندها 5000 برميل في الكيلومتر مربع، ونحكي على مخزون مؤكد، اوكي؟ ليبيا عندها 27000 برميل في الكيلومتر مربع. وتونس اذا كان نرجع لكم الاحصائيات 94 اوكي اللي هما اكل مليار و800 مليون برميل، تونس عندها 10000 برميل في الكيلومتر مربع. وحتى اذا كان ما ناخذش احصائيات 94 ونقولوا اكل مليار و300 مليون برميل اللي ضايعين، ما نعرفش عليهم ممكن غلطه ولا كذا، حتى اذا كان ناخذ احصائيات اليوم اللي هما نتاع 2015 تونس عندها 2600 برميل في الكيلومتر مربع. 2600 برميل في الكيلومتر مربع ما ظهرليش كان تونس فقيره ماهيش دوله نفطيه. ب 2015 قداش الاحتياطي 2015 سي الحبيب باش يعرفوا الساده المستمعين؟ الاحتياطي قلت لك نتاع 2015 425 مليون برميل. به 425 المصرح به. قداش تونس قاعده تنتج في العام؟ 425 مليون برميل. بالنسبه للانتاج باش نجيك، خاطر الانتاج راه مربوط شويه بالاستهلاك زاد، خاطر كنا نحكيو بكري على عدد السكان وكل شيء. باش نجيك نرجع انا شويه زاد للتاريخ، قداش كنا ننتجوا قبل وقداش ننتجوا اليوم، باش المستمع زاد يفهم شنو اللي صار في المجال. نجي نشوف نلقى 85 كنا ننتجوا 120,000 برميل في اليوم، في حين أن كنا نستهلكوا 55,000 برميل، يعني كان عندنا فائض 85. 10 سنين من بعد 95 كنا ننتجوا 90,000 برميل وكنا نستهلكوا 70,000 برميل، مازال عندنا فائض. 2005 نلقى رواحنا ننتجوا 77,000 برميل ونستهلكوا 85، معناها دخلنا في العجز. 2015 اليوم ننتجوا 65,000 برميل في اليوم ونستهلكوا أكثر من 90,000 برميل، 91,000 برميل فقط، معناها عندنا عجز نتاع تقريبا 30,000 برميل. يعني تقريبا من عام 2000 دخلنا في العجز. ونزيدكم حاجة أخرى اللي هي مهمة برشا،
قداش طاقة التكرير اللي رافينيري اللي عندنا في تونس، قداش باش نصنعوا المازوت وليسونس وكذا من النفط الخام. عندنا مصفات واحدة اللي هي مصفات زرزونة، ومصفات زرزونة من عام 1963 تكرر 30,000 برميل في اليوم. هكا هو معناها راهو احنا ديجا من الثمانينات قاعدين نصدروا في النفط الخام ونوردوا في المشتقات نتاعو، وهذاك علاش نشوفوا اللي موازنة الدولة راهي تعبة. فهمت؟ ومن بعد يجي مسؤولين يقول لك والله يا لا وفما تهريب وتهريب محروقات وما عرفش شنو. بالطبيعه اذا كان نحكيو على التهريب راهو يضر باقتصاد البلاد، هذه الناس الكل تعرفوا، لكن التهريب راهو زاد يكون مخبي ومش بيع وشراء على الطريق العام، ومش ديما كسوات متعدين على دوريات امنيه. والحاجه الثالثه كي نحكيو على التهريب وين موجود؟ ما موجود في الجهات ولا المناطق اللي سماها احنا محرومه. أنا بكل صراحة ظهر لي إذا كان واحد عنده خدمة شريفة ماهوش باش يخلاها ويمشي يشد الكيات 24 ساعة باش يبيع المازوت. سي الحبيب الوقت يجري برشا، الوقت يجري برشا وحلو كلامك حلو والحديث ذو شجون. كان تعطينا فكرة على معلومات على حقل بوحجلة. فما منه حقل بوحجلة سي الحبيب اللي قالوا فما كميات يمكن تبدا موجودة في معتمدية بوحجلة ولاية القيروان. بطبيعة الحال فما منه حقل بوحجلة فيه تقريبا مليار برميل. انا لو سمحت معناها ماذا بيا زاد انا حكيت لكم توا على الوضع، ماذا بينا نحكوا على الاشكال علاش وصلنا غادي وشنو هما المشاكل. حكيتوا بكري على الشركات، نعطيكم لمحه مبسطه. الاشكال الاول انه عندنا حقول الاستكشاف 100% خارج السيطره، معناها يتصرفوا فيها الشركات الاجنبيه. ما عندناش معاهم شراكه توانسه حتى 10% في الاستكشاف. بالنسبه للاستكشاف اغلبيه الوقت 100% شركات اجنبيه، احنا ما ندخلوا معاهم حتى ب 0%. اوكي؟ معناها ما عندنا معاهم حتى شيء. يعني في الشيء هذاك انا نشوف اذا كان انا قاعد نعمل في الاستكشاف كانك انت كريت لي الارض نتاعك وانا قاعد نتصرف فيها كما نحب، انت ما عندكش عليا حتى مراقبه، ما عندكش حتى شيء. هذه مشكله من المشاكل. الحاجه الثانيه الشركات النفطيه العامله في تونس تنتج ولا تستكشف، شكون قاعد يراقب فيها؟ وكما قلت لكم بكره يندرى هي تنتج حسب مصالحها هي الاقتصاديه، معناها طلع البترول نزيد في الانتاج، هبط السعر نتاع البترول نقص في الانتاج، ولا تسمع ولا حسب المصالح نتاع البلاد التونسيه احنا نستهلك ولا ما نستهلكوش. فما نقطه ثالثه انا سميتها وهذه والله نقطه مهمه برشا، سميتها السياحه النفطيه. السياحه النفطيه ايش معناها؟ فما شركات تجي تتحصل على رخص نتاع بحث واستكشاف، تخدم شويه 3-4 سنين ما عرفش شنو، ومن بعد ما يظهر لهاش تجي تبيعها لشركات اخرى. نعطيكم مثل، شركه اسمها كوبر بعد سنوات من الاستكشاف تجي تبيع لك حقل بربو، حقل حمامات، حقل نابل، والا شركه اسمها بلكتروم تلوج على شركاء باش تدخلهم معاها في حقل نابل من 2008. حقل الجم مكتشف من عام 1993 وفيه اكثر من 70 مليون برميل. الشركه اللي هي تتصرف فيه اسمها تاني تلوج على دي بارتنير من 2007. والا شركه اسمها كوسموس تبيع مؤخرا شركه اخرى اسمها شينوك، وشينوك تبيع شركه اخرى اسمها نيوزيلاند اويل اند جاز. حقل زيرات اللي سمعتوا به الناس الكل فيه احتياطي 80 مليون برميل. حقل زيرات تلاعبت به شركه فيها ريسورسز كما حبت وماطلت معناها في تنفيذ المشروع. علاش ماطلت؟ خاطر كانت فما الكريز ايكونومي. والمجلس الاداره نتاعها قرر انا تو كنا باش نعملوا البحث ماناش ننتجوا خاطر ما يساعدناش، ماناش عارفين الاسعار وين ماشيه وكذا. 2010 عاودوا قرروا لا باش ندخلوا في الانتاج تو كنا خاطر يعني الازمه الاقتصاديه فاتت واحد. من بعد يكتشفوا في نفس الوقت اللي عندهم حقل اخر في دوله افريقيه اللي هو اهم من حقل زيرات، والحقل هذاك يستحق 200 مليون دولار اضافيه باش ينتجوا منه. يلتجئوا للمماطله مره ثانيه في الاخر 2013 يبيعوا 70% من الحقل يبيعوا شركه اجنبيه. وين تونس من هذه الكل من سي الحبيب كي تقول لي معناتها؟ هذاك هو انا سؤالي، وين تونس من هذاك الكل؟ وين الرقابه؟ وين الحزم في المتابعه؟
وين لازم مانيش نحكي حتى على الاستقلاليه، على الاقل نتابع ورا. ونجموا توا بعد سي الحبيب بعد ما عملنا كونترا مع الشركات هذوما نجموا اعاده صياغه لي كونترا ونعاودوا معناتها نعاودوا نشوفوهم ونعاودوا نحلوا الدوسي هذا، ولا اذا صححت كونترا سي بون؟ لا هو سا ديبون من لي كلوز نتاع لي كونترا، سا ديبون منك انت شنو هي النيغوسياسيون اللي عملتها. تنجم تحط ديما كلوز انك تنجم تغير اذا كان تغير في المعطيات. اما اظن لازمنا نعرفوا اللي هما دي كونترا انترناسيونال جينيرال، لي كونترا انترناسيونال هو يتعداو على اذا كان فما اشكال يتعداو على القضاء المحايد، واغلبيه الوقت يتعداو على القضاء السويسري. لكن مش مشكله. انا بالنسبه لي انا مش كيستيون تاع نعاود نراجع كونترا ولا ما نعاودش. الاشكال نتاعي الناس اللي قاعدين يعملوا في نيغوسياسيون تاع كونترا ما عندهمش خبره كافيه. ما نتصورش كان ما عندهمش خبره كافيه، نتصور انه توازا ما شاء الله علينا عندنا معناها نكمسوا بالباهي ونعرفوا كل شيء. ما نتصورش كان سي الحبيب. انا الحق انا نسيت. بالنسبه للغاز نفس الشيء قاعد يقع ولا فما حاجه اخرى؟ لا نفس الشيء هو غير. كنت تعطينا فكره على الغاز بالنسبه للحقول الجديده خاصه نتاع الجنوب، وشنو هو المشكل اللي وقع ديرنييرمون ما حبوش يعملوه في الجنوب، يحبوا يعملوه في جابس ويحبوا يعدوا دي بابلين. لا هذاك الموضوع الغاز باش نجي قبل موضوع الغاز ظهر لي جبتني بكري على حقل بوحاجله لانه مهم برك الولاية الفروان. ماذا بيا معناها نعطيكم فكره على حقل بوحاجله. حقل بوحاجله فيه احتياطي مبدئي معناها مبدئي بعد ما تعمل البحث والاستكشاف قبل ما تعمل تنقيب تجريبي. فيه قرابه المليار برميل اعطيناه 2010 بنسبه 100% الى شركه كنديه اسمها دوليكس، الناس الكل تعرفها. الشركه باش تفهموا الواحد، الشركه العملاقه هذه عندها تجربه نفطيه كان في المجر وتونس، معناها شركه زعما شركه كبيره عندها تجربه نفطيه في دولتين. هذه بالنسبه لي انا الغلطه الاولى، معناها ماناش قاعدين نعملوا في الكاليفيكاسيون تاع شركات اللي ياخذوا امتيازات في تونس كوم الفو. كما قلت لك الحقل هذا بما انه مهم لولايه الفروان وكل شيء انا تابعته بالباهي. اول ما اعطينا مساحه 416 كيلومتر مربع لمده 3 سنوات مع امكانيه التجديد لفترتين متتاليتين ل3 سنوات كلاهما، يعني اعطيناهم تقريبا 9 سنين. اوكي 416 كيلومتر مربع. في 2012 نكتشف ان المساحه ولات 536 كيلومتر مربع، معناها زادت 120 كيلومتر مربع. ما نعرفش كيفاش زادت بالقانون ولا لا؟ ما نعرفش بالقانون ولا لا. انا نكتشف انه من لي بوبليكاسيون تاع الشركات هذوما راهو عندنا في حقل بوحاجه راهو المساحه ولت 536 كيلومتر مربع، يعني تونس زادت 120 كيلومتر مربع. كيفاش زادتهم؟ اسكو قانونيه ماهيش قانونيه؟ ما نكذبش عليك ما عنديش المعلومات الداخليه خاطر تعرف اللي فما تعطيل كبير. والكميه دي اللي موجوده في الحقل هذايا معناها باهيه، كميه محترمه تعتبر؟ كان نحكي لك على مليار. تغطي المصاريف نتاعها معناها ولا لا؟ الشركه تغطي مصاريفها وبالنسبه لتونس معناها سي بينيفيك ولا لا؟ شو انا نحكي لك على حقول اخرى فيها ما عرفش انا 60 مليون و50 مليون و20 مليون، هذا نحكي لك على حقل فيه مليار. ايوه. وقداش المارج ديال سي الحبيب؟ كي تقول لي مخزون مبدئي قداش مخزون مبدئي هذه قداش معناتها مارج ديال 90% زاده معناتها حسب جينيرالمون؟ شوف انا شفت الستاتيستيك نتاع الشركه هذه. هما شركات اون جينيرال المخزون المبدئي يقول لك شوف هذايا في أسوأ الحالات نجم نطلع منه كذا، في أحسن الحالات نطلع منه كذا، وموين مو نطلع منه كذا. حقل بوحاجله حسب الدراسات نتاع الشركه اللي كنت نحكي لكم عليها في أسوأ الحالات فيه 800 مليون برميل. 80% الحالات فيه مليار و200 مليون برميل، وموينمون عاملين مليار برميل. باهي وين وصلت الحكايه تو؟ الحكايه باش قلت لك حكايه 120 كيلومتر مربع اللي زادوها، ومن بعد زدناهم مع ويم اخر في البريود نتاع الكونترات. وطولنا لهم نورمالمون كان لازم يوفى افريل. الفتره الاولى نتاع 3 سنين كانت توفى افريل 2014، ما وفاتش افريل 2014، زدناهم ل 2015. يعني الفتره كل ولات 10 سنين اخرين.
اكتوبر 2013 نكتشف حاجه اخرى، اللي ثم شركه اخرى اسمها افريكا هيدروكربون تدخل في المشروع نتاع بوحدة بنسبه 47%. والبير الاول اللي حفروه ظهر اللي ثم كميات كبيره من الغاز، يعني ثم خليط من الغاز والنفط، وهذا يرى طبيعي. اذا كان تلقى البترول ديما تلقى معها الغاز. في اواخر 2013 اكتشفت حاجه باهيه برشا اللي ممكن تهمكم، اللي هي بنود اتفاقيه مع الدوله التونسيه. هذه بوبليكاسيون من شركه افريكا هيدروكربون، حتى تقول لك وقت احنا باش نصرفوا كذا، اذا كان باش نبدو ننتجوا منه راهو تكلفه الانتاج 40% من سعر البيع. معناها هما من الاول عارفين رواحهم اللي 40% هذاك راهي في الجيب، راهي مضمونه. معناها 40% اذا كان انا نبيع ب $100، $40 هذاك راهو مصروفي انا، علما هذا راهو عمليه معناها مش مشكله نجموا نتفاهموا عليها. لكن وقت نشوف انا 40% ونعرف اللي انا تكلفه الانتاج نتاع النفط على الارض، مش في البحر، على الارض ما تفوتش $15 اذا كان طارت $20. نشوف اللي ثم $20 ديفيرنسا ضايعه ديجا من الاول. بون الناس باش يقولوا لي اليوم البترول $50 وكذا وكذا، البترول تو يعاود يطلع، راهو ماهوش يقعد $50. الحاجه الاخرى اللي نشوفها اللي عمليه تقاسم المرابح، 60% اللي بقاو مع الدوله التونسيه بطبيعه الحال مع الشركه التونسيه للانشطه البتروليه، فيها بورسنتاج معناها يمشي ويجي، معناها تترك المجال للتفاوض. يقول لك الدولة التونسية تحصل على 67% إلى 82%، أي ما يعادل 40 إلى $50 إذا كان بعنا $100. وهما بلا فينالمون إذا كان هذاك نبدو ننتجوا منه الحقل هذاك ونبيعوا $100، تونس توصلها منه في البرنامج 40 إلى $48، والبقية يمشي للشركة الأجنبية. في الموضوع هذا معناها من حكاية الإشكال وكذا، اكتشفت مؤخرا في شركه اخرى مثلا عندها عديد الحقول في تونس اللي هي اسمها سيجام انرجي. الشركه هذه مفلسه. تعرف معنى مفلسه؟ الكابيتال نتاعها $1,000,000 كندي. شركه كنديه سيجام انرجي عندها حقول في رمادة الجنوب، الحقل هذا فيه 200 مليون برميل، خرجت منه هي ديجا 2.5 مليون برميل، و190 ولا 198 مليون برميل مازالوا فيه. الشركه هذه مفلسه. واضح. اذا كان هي مفلسه كيفاش باش تحبها تخرج لك انت النفط؟ كيفاش باش تحب الدولاب يدور؟ وكيفاش باش تحب واضح. حاجه اخرى نحب زيد نقول لكم عليها. الانتاج. ثم شركات تنتج في تونس بنسبه 100%. منهم نعطيكم حقول، نعطيكم اسامي شركات، منهم حقل ديدون مثلا تنتجوا شركه ريسورسز بنسبه 100%. حقل مسكار سالتوني بتري عن الغاز تنتج فيه بريتش غاز بنسبه 100%. حقل مسكار هذا يراوي يخرج لنا 60% من الاستهلاك التونسي للغاز. حقل سيدي ليتين كيف 100% شركه اسمها سي الحبيب نطول عليك. نعم سي الحبيب مانيش نطول عليك، اللي ثم 18 حقل 18 حقل في تونس تنتج منه شركات اجنبيه بنسبه 100%.